حبايبي واخواتي في كل مكان في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هقول لكم على حاجه كمان وكمان مره، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا يا بنات، ده بقى ندخل كده في الفيديو بتاعنا على طول مباشر بقى. الفيديو ده كان بتاع استكمالا لفيديو الخضار اللي احنا كنا عارضينه مع بعضينا. ده بقى اللي تم بعد الفيديو بتاع الخضار. التفريزات والحاجات اللي انا كنت قايله لكم عليها ان انا هفرز الفاكهه اللي انا كنت جايباها للفريزر بتاعي، سواء كانت لرمضان، سواء كانت يعني للشرب بتاعنا العادي، او لضيف، او لاي حاجه. كمان الباميه اللي انا كنت جايباها برضو هفرزها، ورق العنب هفرزه، الخضار بتاعي هبدا ان انا ارتبه وهشيله بقى في المنظمات بتاعته في التلاجة وكده زي ما انتم شايفين. فعايزه اقول لكم الفيديو ده هيبقى مليان كده حاجات كتير. بص يا ام مروان، اهو انا هعمل لك ورق العنب، وهنعمله والله العظيم بطريقه مش مفيش اسهل ولا ابسط منها اصلا. يعني طريقه سهله جدا 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 من ورق العنب. يعني الحمد لله رب العالمين، طريقه تفريزه سهله وحلوه. كمان فرزنا الباميه، كمان فرزنا عصير لرمضان. فان شاء الله باذن الله تعالى عايزه اقول لكم ان الباميه دي والجوافه وكده ان شاء الله هتبقى ضمن التفريزات بتاعه رمضان. اللي عايز يقول الوقت بدري هو حر، بس انت كل ما تلاقي في ايدك حاجه يفضل انك انت تجيبي وتفرزي وتشيليها. ما ينفعش تضغطي على نفسك او تضغطي على جوزك او إيه. لا، كل ما يكون معاكي حاجه او عايزه تجيبي حاجه هاتيها واركنيها في الفريزر، مش هتقولك حاجه. بس تعالوا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونقول المقدمه بتاعتنا، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه لايكات حلوه للفيديو ده، عايزين الفيديو ده يترفع، لان بجد والله العظيم الفيديو ده انا صورته على يومين وبصوا تعبت فيه. يعني ما كملتش فيه بقيه الحاجه لان انا كنت جايه من بره وكده. الصراحه شهد برضو ساعدتني فيه، هتلاقوها معايا مصوره معايا في الفيديو ده. ومفرزه لكم، هي اللي مفرزه الجوافه. عايزه اقول لكم اهو من قبل ما ندخل ونتفرج، مش عايزه احرق لكم الفيديو. هي اللي الصراحه اللي فرزت الجوافه وكده، قالت لي لا يا ماما انت كفايه كده عليكي، انا اللي هفرز الجوافه النهارده وانا اللي هشتغل فيها. من ناحيه ان انا اتعلم فيها واشوف بتتعمل ازاي، ومن الناحيه التانية ان انا يعني ابقى ساعدتك وكده، لان هي ابتدت الايام دي تدخل معايا المطبخ وكده، يعني غير الاول. يعني حابه ان هي تدخل جوه المطبخ وتشوف الدنيا، لان هي ما بتدخلش المطبخ خالص خالص خالص. بس فهي ابتدت ان هي تتنشط كده شويه معايا في المطبخ الصراحه، وحابه ان هي تعرف يعني والاحلى حاجه ان الواحد ان هو يبقى حابب ان هو عايز يعرف، يبقى حابب ان هو عايز يتعلم، يبقى حابب ان هو عايز ينفذ حاجه او يخش جوه حاجه. الهوايه دايما يا بنات بتبقى الصراحه حلوه في كل حاجه. طيب، قعدت بقى بعد ما شلت بقى الخضار بتاعي بقى في المنظمات بتاعته جوه التلاجة. طبعا قلت ليارا نضفي التلاجة وكده، الخضار اللي فيها خلص صراحة، نضفتها وغسلتها وكده، فحطيت الخضار على نظافة فيها. طيب، جيت بقى الحاجات اللي هي عايزة تتفرز بقى. طبعا احنا عندنا زي ما قلنا جوافة، وكنت جايبة بامية، وكنت جايبة ورق عنب. طيب، قعدت بقى جبت الصينية الحلوة بتاعتي دي وقعدت في الأرض. وجبت ورق العنب فضيته كده من الشنطة بتاعته اللي كانت فيها زي ما انتم شايفين، بدون غسيل بدون اي حاجة. انا ما غسلتوش، ما حطيتش نقطة مية عليه، يا دوبك بس كده ان انا بمسك السكينة، ودي ارخم 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 من اللف بتاع ورق العنب. عايزة اقول لكم ان ورق العنب اصلا رخيم في كل حاجة. هو حلو في اكله بس رخم في الحتت اللي هي. وبصوا اكتر حاجة ممكن تتعبك شوية هي انك انت بتشيل العصايه بتاعته او الزعزوعه بتاعته دي اللي فيها من قدام بس، مش اكتر من كده. العود بتاعه الاخضر ده اللي من فوق مش بتتعبي فيه في اكتر من كده، لان هو من الحاجات السهله جدا تفرزها. بس ولا بنحط في ميه ولا بنحط في اي حاجه. انت يا دوبك بس بتشيلي كده وبترتبي الورق فوق بعضيه، عشان لو في ورقه كده من جوه مش حلوه، او دبلت او اصفرت او ناشفه او محروقه، او يعني انتوا عارفين اللي ممكن تتوقعوه انكم انتوا تلاقوه جوه الورق هيبقى ايه. بس يا دوبك انت بتساوي كده، بتقلبي فيه كده زي ما انا بعمل، وبعد كده بتساوي الورق فوق بعضيه وبس، مش اكتر من كده. يعني ورق العنب من الحاجات الصراحه السهل فعلا تفرزها. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، وما بياخدش وقت. يعني اجمل حاجه فيه ان هو ما بياخدش وقت عندك في الفريزر او في يعني في الفريزر بتاعك، اذا كان في التلاجة او في الديب فريزر بتاعك. يعني بصوا بتعملوا الكيلو بيبقى ايه، لفات كده صغيره. طيب، ده كيلو زي ما كنت قايله لكم في المشتريات بتاعتي، ده كيلو يا بنات بسم الله ما شاء الله يعني حلو. ده كيلو. كنت جايباه بكام؟ كنت جايباه غالبا كده كان ب 40 جنيه، اللي انا فاكراه
كان ب40 جنيه. هي الست فلاحة وكده قاعدة بيهم عندنا في المنيرة جوه، كانت قايله لي غالبا على 55 50 45 مش عارفه، قلت لها هو 40 جنيه الصراحه، كانت عندها كميه كبيره وكده فانا خدته منها ب40 جنيه بس. زي ما شفتوا كده قطعت كل العيدان بتاعته الخضرة دي بتاعته كلها، ورصيته كده يا بنات فوق بعضيه، وبدأت ان انا اجيب ورق الاسترتش كده، وورق الاسترتش رخم ورزل، كنت بصوا بفتح ورقة الاسترتش بالعافية، لان انا لما استخبيت جبت البكرة الكبيرة، ودي كانت اكبر غلطة. المفروض الواحد ما يجيبش البكر الكبير ده، يجيب البكر الصغير عشان حتى يعرف ان هو يساعده. بتحطي طبعا ورق العنب فوق بعضيه، وبتلفي بورق الاسترتش وتضغطي عليه من الجناب كويس، وتقفليه كويس بحيث ان ما يبقاش فيه اي نوع من الهواء. بصوا ما فيهوش اي نوع من الهواء خالص، يبقى ملفوف على الاسترتش. ما عندكيش استرتش هتجيبي كيس تلاجة وهتقصيه بالطول كده، يبقى الوش وحديه مثلا والظهر وحديه. هتعملي نفس الحركه دي اللي انا بلف في تحطي الورق كده نفس الكلام على قد الكميه اللي انت هتستخدميها او اللي انت هتستعمليها. عايزه تحطي ربع كيلو توزيني، لو عندك ميزان اوزيني. عايزه تحطي نص كيلو توزيني، لو عندك ميزان برضو وزني، على قد ما انت هتحطي استخدمي. تمام. انا عملتهم الصراحه على على 4 بكرات، على اساس ان انا كل ما هكون بامر الله عايزه يعني اكل ولا كده، هطلع بكرتين بكرتين، هيبقوا 2 و2 بس، لان هو كله على بعضيه اللي انتوا شايفينه ده كيلو. هناخد بقى ورق العنب بتاعنا نشيله في التلاجة او نشيله في الفريزر، بلاش نقول التلاجة نقول في الفريزر بس. جبنا هنا الجوافة، انا بقول لكم اليوم ده والله العظيم فعلا تلكنا بجد فيه. وانا بس الصراحة ورق العنب آه يعني ما فيهوش اي تعب، الا بس في لان الحاجه اللي انا قلت لكم عليها هو سهل جدا، ولا بيتغسل ولا بيتحط في اي حاجه. انت بعد كده لما تيجي تسلقيه هتطلعيه زي ما هو كده، وهتحطيه في الميه او اغسليه الاول وبعد كده حطيه في الميه. الطريقه اللي ترتاحي ليها انت حره فيها. انا عن نفسي حطيته في ميه السلق، وبعد ما حطيته في ميه السلق حطيته في ميه نظيفه وغسلته، لان انا ما حبيتش ان انا اغسله وهو متلج، حبيت ان انا ياخد كده ايه في الميه بتاعت اللي انا عصره فيها ليمون وكده وملح على النار، وبعد كده ابقى اغسله براحتي، وحطيته في ميه، وبعد كده طلعته وسبته في المصفايه يصفى لحد ما يعني يصفى الميه بتاعته، وبعد كده حشيته. بالمناسبه انا حشيته النهارده، يعني النهارده احنا عملنا منه ورق العنب زي الفل، ولا الحمد لله رب العالمين مفيهوش اي حاجه خالص. بصوا هنا العيال بقى كانوا بيلعبوا الشهد في الاضاءه بتاعه التصوير وكده، عماله تنور وتطفي، كانت عماله تصوت معاهم. بس هي الصراحه وقفت، يعني فضت القفص اللي احنا كنا جايبينه ده بأمر الله. برضو عايزه اجيب واحد تاني، بس اطمن على الفريزر الاول ان هو في مكان يقدر يستحمل ان انا اجيب واحد تاني ولا لا. او ممكن اجيب، لو هجيب مثلا كرتونة مانجا ولا حاجة برضو، علشان مش هي يعني لو جبت من الجوافة مش هيكفي بقى للمانجا، لان انا زي ما انتوا عارفين انا ما عنديش ديب فريزر، انا شغالة بالفريزر بتاع التلاجة بس. فلسه الصراحة مش عارفة، ممكن اجيب كرتونة مانجا بس تكون كبيرة شوية ولا حاجة، لان دي بأمر الله كده هحطها كده صحيحة ان شاء الله كده رمضان بس. فالجوافة برضو احنا مفرزها بأمر الله رمضان، وبإذن الله لو برضو احتجت لها في البيت ولا حاجة، ما هو مش هيحرم برضو عليا. لو احتجت حد مثلا جه ومحتاج ان ما عنديش عصير ولا حاجة، يبقى هطلع منهم مفيش مشاكل، ايه اللي يمنع؟ طلع منهم وهجيب تاني بإذن الله بس. خدتهم كده غسل زي ما انتم شايفينه، هتقطع بس كده الحته اللي من قدام كده والحته اللي في الاخر بتاعتها بس. غسلتهم هنا، وهتيجي برضو وهي واقفه كده على الرخامه هتبدا ان هي تقطع. حلو لما البني ادم يبقى عايز يتعلم، والله العظيم. اصل المطبخ ده عشان تبقوا عارفين المطبخ ده هوايه. اللي مش بيحب الطبخ او بيحب المطبخ، شفتوا والله لو عملتوا ايه فيه مش هيرضى يدخله مش هيرضى يدخل، ولا هيرضى ان هو يتعامل معاه. ولو اتعامل معاه شفته كده، يعني هيتعامل معاه وهو مجبر مغصوب ان هو يدخل المطبخ او يعمل حاجة بس. فالمطبخ الصراحة انا من الناس اللي انا يعني انا بالنسبة لي المطبخ هو انا بحبه، انا بحب المطبخ اكتر من اي حاجة تاني بس. هتقطع كده الجوافة، وبعد كده نشوف ايه الحاجة اللي احنا هنحطها هنا بقى. الجوافة يا بنات التفريزات بتاعتها معروفة او سهلة جدا برضو مش صعبة. بعد ما بتغسليها وبتقطعيها بتحط لها بس كام ليمونة كده بس،
تمام، وكام معلقة سكر كمادة حافظة مش اكتر. طيب السكر والليمون، السكر طبعا كمادة حافظة كلنا عارفينها، والليمون يا بنات عشان خاطر اللون بتاع الجوافة ما يغمقش او ما يسودش منك في الفريزر، يقعد زي ما يقعد في الفريزر ما يجرالهوش اي حاجة، هتفضل اللون بتاعه حلو، هتلاقوه اللون بتاعه اصفر كده او ابيض زي ما هو ايه موجود، مش هتلاقيها في جوافية كده او في عصير كده بتلاقيه لونه مسود. مسود ده نتيجة ان الحاجة اللي انت حطاها والمادة الحافظة اللي انت حطاها ليه ما كانتش كويسة او مش موجودة اصلا. بس هتاخد هنا حوالي 5 أو 6 معالق سكر، لان انتوا زي ما انتم شايفين كده الكمية بسم الله ما شاء الله كبيرة شوية. بس فتحط كده السكر عليهم، وهتفضل تحاول على قد ما تقدر ان هي ايه تقلب تقلبهم يعني، بس هي نضفت كده حوالين الرخامة بتاعتها، جدع شاطرة يا شوشو. بس وهتنضف نضفت وخلاص، هتقلب كده على قد ما تقدر في الجواف. هنا بقى عايزه اضحكوا، قعدت تصوت تقول لي انا هقلب الكميه دي ازاي هقلب الكميه دي ازاي؟ قلت لها بالمعلقه قلبي على قد ما تقدري وانا قاعده بره وعماله اتفرج وسايباها، سبتها ما رضيتش ادخل معاها الصراحه خالص، سبتها هي الصراحه اللي عماله تقوم يعني وحديها وكده اهو. فلبست حتى الجوانتي بتاعها ده اللي هو الكيس بتاع التلاجة وكده، قالت عشان ايديا وانا بعبي وكده ما تبقاش كلها يعني عصير او كلها جوافة ولا حاجة. طب والله العظيم انا على قد كده يا بنات النبي عربي، بحب ان انا حاجتي يعني بحب اشتغل بايدي، ما بحبش ابقى لابسه جوانتي ولا اي حاجه في ايدي. بص اصل ما فيش حاجه بتتغسل، يعني احنا شغالين بايدينا في ده وده وبنغسل وبنعمل، مفيش حاجه ان الواحد بيحس ان مفيش حاجه بتتغسل اكتر من الايد، لان الايد هي اللي بيبقى بيها شغل البيت في الاكل والشرب، فبتبقى كل حاجه يعني في ايديكي مغسوله ونظيفه، وايديكي مغسوله اكتر من الحاجه 100 مره. بس المهم خلصت هنا على قد كانت بتقول لكم احنا على قد ما بنشرب او على قد ما احنا عايزين عصير، انا عبيت يعني على قد ما هي عارفه يعني ان احنا بنشرب عصير ايه، يعني الكميه قد ايه والكلام ده كله، على قد ما هي عبيتهم يعني اكياس وكده. بس خدت بقى الحاجه وحطيتها جوه الفريزر برضو. وانا عايزه اقول لكم هنا بقى الباميه بقى اللي انا نسيتها، الباميه انا قلت بقى هعملها تاني يوم وسبتها جوه التلاجة ونسيتها، يعني يوم جر التاني وانا ناسيه ان انا الباميه ما عملتهاش. فجيت بالصدفه بعديها بيومين 3 بدور مش فاكره على ايه في التلاجة، لقيت كيس الباميه انا لسه ما فرزتوش. قلت يا لهوي هي الباميه لسه ما اتفرزتش، عايزه اقول لكم كانت خلاص هتضيع، لونها ابتدى يسود كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا الباميه دي يا بنات انا مش باميه حمراء، انا بعمل اللي هي الباميه الويكه، لان طبعا اكيد في ناس هتشوف الفيديو ده جديد غير الناس اللي متابعه وعارفه يعني. احنا صعيدة وبنحب اللي هي البامية الوكا اكتر يعني، فاحنا بشيلها على الاساس ده، بشيلها على الاساس ده، مش على اساس ان اللي هي بتبقى بامية حمراء، لا انا ما جايبهاش للبامية الحمراء، لو جايبها للبامية الحمراء كنت جبت اللي هي الصغيرة، انا كنت جايبة دول اللي هم البامية الكبيرة دي، كانوا 3 كيلو ونص كانوا عاملين 50 جنيه. لما جبت الفيديو بتاع المشتريات بتاع الخضار وكده، عشان انا قلت برضو الحاجة اهي تاني والاسعار والحاجة، علشان طبعا الناس اللي بتدخل جديد وبتشوف الفيديوهات وكده. بس المهم خلصتهم واديتهم غسلة كويسة تحت الحنفية في الحوض وكده، وجيت هنا بصوا يا بنات زي ما انتم شايفين المية منملة، يعني شايفين المية منملة اهي مش بتغلي منملة، بس هجيب كده حوالي ليمونة ونص كده وهعصرها في المية. تمام تمام. طيب زي ما احنا قلنا دايما وبنقول الليمون والسكر يا بنات، السكر كمادة حافظة والليمون عشان ما بيخليش الحاجة لونها تتغير. جبت هنا حوالي معلقتين 3 من السكر وهحطهم جوه المية. تمام كده وزي الفل. هقلب كده الحلة بتاعتي يعني الليمون والسكر في المية، وهنزل بامية بعد ما غسلتها وسبتها تتصفى. بصوا احنا مش هنأخر عليها في المية، يعني انا مش هأخر عليها في المية عشان تفضل كده ايه، يعني عامة سيبكم من البامية بتاعتي اللي انا نسيتها دي، طبعا مية ساقعة انا مخليها في الطبق هنا عشان اوقف عملية السوى بتاعت البامية وكده، لان يعني احنا عارفين اي حاجة بتبقى في مية سخنة وسبتيها بتفضل قاعدة فيها بتكمل في السوى بتاعها يعني. احنا بصوا يا بنات يا دوبك المية كده يعني قلبت قلبة بسيطة ما كملتش القلبة بتاعتها وخرجتوها.
بس انتوا في الباميه بتاعتكم سيبوكم من الباميه بتاعتي اللي انا قعدت مثلا يومين 3 في الشنطه بتاعتي. في اي باميه هتعملوا نفس الخطوات دي عشان تفضل لونها اخضر وجميل وتقعد معاكي لحد الاخر. بصوا يا بنات، سبتها هنا تتصفى براحتها، هسيبها لحد ما تتصفى خالص خالص. وبعد كده هجيب الاكياس التلاجة اهي، وهبدأ ان انا اعبيها بس كده. هنا كانت خلاص اتصفت خالص، علشان انا مش عايزه الباميه تبقى ماسكه في بعضيها جوه وملزقه جوه الكيس. تيجي انك انت تبصي عليها تلاقيها ايه، يعني متشاله من بعضيها، مش ماسكه جوه بعضيها، ولاقيها جواها حجر كده ومربيه تلج على بعضيها من جوه. لا، انا عايزاها كده ايه، ما يبقاش فيها ميتها وتبقى اتصفت جامد، عشان لما تيجي تمسكيها كده تلاقي الباميه متشاله من اختها، مش كل واحده لازقه في التانيه، لا. فانا سبتها خدت وقتها وخدت راحتها في التصفيه بس كده. وهكمل نفس القصة ونفس الكلام في البامية بتاعتنا، على قد ما احنا برضو بناكل هعبي او هحط بس كده. وده كان يا بنات الفيديو بتاع النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا بأي معلومة ولو كانت بسيطة. مستنية رأيكم في الكومنتات، ومستنية اللايكات بتاعتكم، عايزين لايكات وكومنتات واشتراكات بس. وهنرجع نقول ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس على كلمة الكل، علشان كل ما انزل فيديو ينزل لكم بإشعار. ومعلش بقى على البامية على البامية اللي اتنست دي هاكلها غصب عني، هاكلها. استودعكم في رعاية الله.